جانبها أكدت موسكو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شأن داخلي، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدل على وجود تناقضات داخل الاتحاد. ومتابعة للموضوع تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا دانا كوفاجوكوفا. دانا، هل من تفاصيل أكثر حول ردود الفعل في موسكو إزاء نتيجة الاستفتاء البريطاني؟ كمال، في آخر ردود فعل من قبل موسكو عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدت الخارجية الروسية أنها كانت تراقب نتائج الاستفتاء عن كثب، ومع الأخذ بعين الاعتبار تبعات تلك الخطوة بالنسبة لأوروبا كلها. وفي تعليق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارova، تم الإشارة إلى أنه يجب تقييم نتائج هذا الاستفتاء، إلى أن الخروج بحد ذاته يدل على وجود تناقضات كبيرة داخل الاتحاد في وجهات النظر حول عدد كبير من المسائل الجوهرية والمهمة، ومن بينها فيما يتعلق بقدرات التكامل الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الكرملين أو اعتبر الكرملين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شأنا داخليا يخص البريطانيين فقط وعلاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر بيسكوف في هذا الخصوص أن الاتحاد الأوروبي هو شريك اقتصادي مهم بالنسبة لروسيا، وموسكو مهتمة ببقاء الاتحاد شريكا تجاريا قويا بالنسبة لها، قويا اقتصاديا بالنسبة لها. وهو أعرب عن أمل موسكو في تحسين العلاقات بين موسكو ولندن نظرا للواقع الجديد. وفيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا، اعتبر بيسكوف أنه ليس هناك أي علاقة بين مسألة العقوبات المفروضة ضد روسيا وخروج الاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى وجود وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا وفعالية هذه العقوبات مهما كانت علاقة بين بريطانيا أو علاقة بين بريطانيا روسيا والاتحاد الأوروبي. من موسكو مراسلتنا دانا كوفاجوكوفا، شكرا جزيلا لك.